غلطه كبيره بيقع فيها شركات كتير وبسببها بيخسروا عملاء كتير جدا. يعني عمرك سالت نفسك ليه الملح في المطاعم مجاني مع ان من غيره الاكل بيبقى ملوش اي طعم والزبون بيبقى مستعد يدفع ثمنه؟ والغلطه اللي بيقع فيها مقدمي خدمات او منتجات كتير انه بيخاف يقدم معلومه او استشاره مجانيه وفاكرين ان هم كده هيخسروا، بس على ارض الواقع المحتوى المجاني هو اللي بيخليك تطلب الثمن الغالي. وفي الماركتنج ده بنسميه اللوس ليدر، يعني ممكن تقدم حاجه تكلفتها بسيطه بس قيمتها عاليه جدا عند العميل، وهدفها تفتح عند العميل مسار للثمن الغالي. واللي هيثبت لك ده ان النهارده العميل عنده دفعات نفسيه ناحيه البيع بشكل مباشر. يعني مثلا لو دخلت عليه وقلت له اشتري مني الحاجه دي ب 100 جنيه هتلاقيه هرب منك ونسبه استجابته بتبقى ضعيفه جدا. لكن لو مهدت له بيع المنتج وقدمت له استفاده ملموسه او استشاره مجانيه فنسبه معدل الشراء هنا هتزيد بنسبه كبيره جدا تصل ل 60% او اكتر، لان الجزء اللي انت قدمته له ببلاش تبنى جسر كبير جدا من الثقه. وده بيفسر لنا علميا ليه الاستحواذ على عميل جديد اصعب ب7 مرات من البيع لعميل قديم. فالملح هنا في المطعم وظيفته انه يكون سلم بيحول لنا العميل من مجرد شخص غريب بياخد قيمه مجانيه لعميل مستعد يدفع الثمن الاغلى. والبيزنس الذكي هو اللي بيبني سلم قيمه للعملاء بتوعه. فلو انت صاحب شركه او ليك بيزنس وما عندكش حاجه سهله تقدمها للعميل بطريقه تحفزه على الشراء فانت بتصعب عمليه البيع على نفسك. السؤال دلوقتي ليك، ايه الحاجه اللي بتقدمها في البيزنس بتاعك علشان تجذب العملاء؟ شاركوني رايكم في الكومنتات. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج، لو حابب تسمع اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليكم، سلام.